طيب يلا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أبطال جريد 6 إن شاء الله. النهاردة الحصة بتاعت نوفمبر ريفيجن، مراجعة محترمة هتكون فيها حل وفي نفس الوقت فيها شرح زي قبل كده. يعني أنا هحل معاك الأسئلة وفي نفس الوقت لو في جزئية صعبة ولا رخمة هنعيد لك شرحها تاني من الجزء بتاعها في المنهج اللي عليه. خلاص. طب انت هتمتحن على ايه؟ طيب انت هتمتحن امتحان شهر نوفمبر على كونسبت 3 يونت 1 وكونسبت 1 في يونت 2، اول 3 ليسونز بس. اللي هو مهم جدا هو كونسبت 3 في يونت 1. خلاص يلا نبدأ بقى حل أسئلة الايه اللي تشوز في الأول. طيب بيقول لك الماتيريالز that cannot allow electric current to flow through. من الماتيريالز من حيث قدرتها على التوصيل الكهربي ليها نوعين. ممكن تبقى conductor of electricity، ممكن تبقى insulators of electricity، او good conductor of electricity و bad conductor of electricity. electric conductor و electric insulator. طيب الماتيريالز اللي بتخلي الكهرباء تعرف تمشي من خلالها بسهولة بقول عليها electric conductors. زي ايه؟ زي الميتالز كلها، المعادن. فلو جبت معدن زي الايرون مثلا، الحديد، ودخلته في الفيشه بتاع الكهرباء لا قدر الله، الكهرباء هتتنقل من الفيشه الايدي وهتكهرب. ليه؟ لان الحديد جود كوندكتور في الكتريستي، فيعرف ان الكهرباء الايد. لكن لو انا جبت حته بلاستيك حطيتها في الفيشه مش هيحصل لي اي حاجه. طب ليه؟ لان البلاستيك ده باد كوندكتور في الكتريستي، بقول عليه انسليتور، ماده عازله، فمش هيعرف ينقل الالكتريك كارنت من الفيشه الايدي، فمش هتكهرب. فمين في دول بقى انزليتور؟ يعني مين في دول cannot allow electric current to flow through؟ اكيد طبعا هو ايه؟ هو البلاستيك. كويس قوي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك electricity can flow through ايه؟ لسه قالها لك. eraser، لا الاليزر eraser دي معموله من رابر وده انزليتور، ماده عازله. لودن بار، الوود برضه انزليتور. الكتريك انزليتور ماده عازله اصلا. لكن الالكتريك كوندكتور دي الماده الموصله اللي الالكتريستي كان فلو ثرو ات. خلاص. يبقى الكتريك انزليتور الكتريستي كان نوت فلو ثرو، لكن الالكتريك كوندكتورز اللي الالكتريستي كان فلو ثرو. طيب بيقول لك نقط كان بي فاوند ان توستر اند نقط. طبعا مش التوستر بس اللي بيبقى فيه موجود، في حاجه اسمها الريزيستور. الريزيستور دي يا شباب كومبوننتس بحطه في الالكتريك سيركت. طب ايه اهميته؟ ده ليميت ذا فلو اوف الالكتريستي and slow down the flow of الالكترونز اللي هي عباره عن الكتريستي اصلا. طيب زي ما قلت لك الديفايسز اللي في الالكتريك سيركت بتحتاج كم محدد وقليل من الالكتريك كارنت بس. فلو انا اديت لها كم اكتر من الكم اللي هي محتاجاه هتتحرق وهيحصل لها دامج. فانا بجيب حاجه اسمها ريزيستور، مقاومه كهربائيه، ووريتكم صورتها. ليه يا مستر؟ دي عشان تعمل ليميت، تحدد وتقلل كميه الايه الالكتريستي اللي داخله الديفايس. من الديفايس اللي بحط فيها ريزيستورز هو التوستر. انا بحط ريزيستور في التوستر، وبرده الالكتريك ستوف انا هختار لتر بي. الكتريك ستوف اللي هو الفرن الكهربي. خلاص. طيب كان الريزيستور والميكروويف والالكتريك ستوف دول الثري ديفايسز اللي كنت بحط فيهم التوسترز اللي عليك في المنهج يعني. بس التوسترز طبعا بتبقى موجوده في حاجات كتير جدا. طيب number 4 all of the following materials are called magnetic material except. الماتيريالز من حيث انجذابها للمغناطيس بتنقسم لمادتين: magnetic material و non magnetic material. magnetic material يعني ماده المغناطيس بيعرف يشدها. قلنا هم 3 ماتيريالز بس: ايرون، كوبالت، نيكل. والايرون ليه معنى تاني ممكن يجيب لك في شكل ستيل، صلب. فالثلاثه دول بس اللي بقول عليهم ماجنتيك ماتيريال، لان الثلاثه دول بس اللي المغناطيس يعرف يشدهم. لكن في بقى ماتيريالز تانية بقول عليها نون ماجنتيك ماتيريال، دي not attracted to the magnet، المغناطيس مش بيعرف يشدها، ولا عليها نون ماجنتيك ماتيريال. طيب كل دول ماجنتيك اكسبت حاجه واحده بس. ها قولها انت بقى، دي سهله. بلاستيك. بلاستيك حبايبي، فعلا البلاستيك هو الوحيد اللي نون ايه ماجنت نون ماجنتيك ماتيريال. طيب
mechanical energy is converted into نقط في الجنريتور. فكرك كده، الجنريتور ده كان عباره عن large magnets، مغناطيسات كبيره، وجوه منها حاجه اسمها coiled wire، يعني السلك ملفوف. قلت لك لو اللارج ماجنتس دي لفت حوالين السلك الملفوف اللي هو الكويلد واير، هيتولد جوه الكويلد واير الكتريستي. فانا حولت الماجنتيزم اللي جوه المغناطيس لالكتريستي. طب ما انا قلت لك لازم احرك المغناطيس واخليه يلف حوالين السلك عشان السلك ده يمشي فيه كهرباء. فكده انا اديت الايه الماجنت كايناتيك انرجي، او معنى اصح كينيتيك انرجي، النطق الصحيح بتاعها. او ما هي كينيتيك يعني ميكانيكال، الاثنين نفس الحاجه. الميكانيكال انرجي دي بقى اللي انا اديتها للجنريتور واللارج ماجنتس، تحول لايه انرجي تمشي في السلك؟ ها سهله دي، قولها انت. الكتريك انرجي. فانا بستخدم الجنريتور تو جنريت الكتريك انرجي. كويس جدا. طيب بيقول لك all of the following material are electric insulators. انا قلت لك ان في الاول حصه في ماتيريال electric conductor can conduct electricity، او الالكتريستي can flow through، يعني الكهرباء تعرف تمشي فيها يعني. في ماتيريالز تانية بقول عليها الكتريك انسيليتور. الكتريك انسيليتورز يعني ماده عازله، ماده مش بتعرف توصل كهرباء، فبالانجليزي بقول cannot الالكتريستي cannot flow through، او cannot conduct the electric current او الالكتريستي. طيب فكل دول انسيليتور ما عدا حاجه واحده. الرابر انسيليتور ايوه بس هو عايز يكسب، فانا مش هختار الرابر. بلاستيك انسيليتور ايوه فعلا بس مش هختاره لانه عايز يكسب. وود نفس القصه. ستيل هو الوحيد اللي كوندكتور، فانا هختار الستيل. طيب بيقول لك الماجنتس كان ميد اوف نقط. المغناطيس يا شباب بيبقى معمول من ايه؟ والله ما فتفق من كده. ها دي سهله. ايرون. الماجنتس كان ميد اوف ايرون يا شباب. بعمل المغناطيس من حديد، حديد بحط عليه بعض المواد ويتحول لمغناطيس على طول. طيب are used to stop the flow of electricity. ركز معايا بقى، وحد الله كده في الحته دي عشان بتلخبط. انا معايا ثلاث حاجات مهمين جدا: electric conductor، electric insulator، electric resistor. الالكتريك ريزيستور دي resist the flow of electricity، او بمعنى اصح limit the flow of electricity. لو لقيت في السؤال limit او slow down يعني بتقلل وبتحد من سريان الكهرباء، يعني بتبطئ سرعة الكهرباء برضو، يبقى دي الريزيستور. الريزيستور مش بتمنع سريان الكهرباء نهائي، لا هي بتقلل كميتها وبتبطئ سرعتها. اما الانزليتور لا، دي ستوب ذا فلو اوف الالكتريسيتي، دي بتوقف سريان الكهرباء تماما. لكن الكوندكتور لا، دي يا شباب كان كوندكت ذا الكتريسيتي، او الالكتريسيتي كان فلو ثرو ات. فهنا جايب لك في السؤال يقول لك مين اللي يوز تو ستوب، توقف نهائي ذا فلو اوف الالكتريسيتي. اللي بتوقف نهائي بقى يا شباب تبقى ايه؟ قولها انت بقى. الانسليتور. الانسليتورز. ممتازه، برافو. فعلا الانسليتورز هي اللي ستوب ذا فلو اوف الكتريسيتي، لكن الريزيستور ليميت ذا فلو اوف الكتريسيتي. كوندكتور allow the flow of electricity. allow تسمح الكوندكتور. الجلفانوميتر ده ديفايس احنا استخدمناه، ده يوز تو ديتكت، يتعرف على السمول الكتريك كارنت ذا باث ثرو ذا سيركت، بيتعرف على كميه الالكتريك كارنت الصغيره اللي ماشيه في السيركت. حلو. السؤال اللي بعده area around the magnet in which its force appear. لو انا معايا ماجنت زي ما قلت لكم قبل كده، مثلا اهو N و S. طيب بيتولد حوالين الماجنت ده اريا كده. الاريا دي هي اللي الماجنتيك فورس بتبدا تظهر فيها، قوه المغناطيس بتظهر فيها. يعني لو انا معايا ايرن فيلنج عند بوينت A جوه الماجنتيك فيلد، وايرن فيلنج الثانيه بوينت B بره الماجنتيك فيلد، المغناطيس هيعرف يشد بوينت A بس لانها جوه الماجنتيك فيلد، لكن بوينت B المغناطيس مش هيعرف يشدها لانها بره الماجنتيك فيلد. فالاريا اللي around the magnet اللي in which its force appears بقول عليها يا شباب magnetic field. magnetic field. لقيت اريا مساحه حوالين المغناطيس وانت مغمض اختار magnetic field. طيب the flow of electric charges along the closed path.
طبعا الالكتريك تشارج، شحنات كهربيه ماشيه في كلوزد باس. طبعا دي مش الالكتريك سيركت، ولا دي لايت انرجي، ولا دي ساوند انرجي. اللي بيمشي في الالكتريك باس او الالكتريك سيركت كلوزد باس هو الالكتريك كارنت، تيار الكهربي. دي بديهي يعني وسهله. طيب in the node circuit all components are connected in one loop. في انهي سيركت كل المكونات بتبقى في سلك واحد بس؟ كنت قلت لك قبل كده ان الالكتريك سيركت ممكن تكون نوعين، ممكن تبقى سيريس سيركت، ممكن تبقى بارallel سيركت. السيريس سيركت ان انا اوصل كل الوايرز، كل اللوبز، او كل الديفايسز والكومبوننتس في وان لوب اونلي، او وان واير اونلي. يبقى لو هم كلهم كونكتد ان وان لوب يبقى ده شكل الايه؟ السيريس. طبعا السيريس عشان الكهرباء تمشي فيها اصلا ووصلهم لازم تبقى كلوزد سيريس. انما اوبن دي لا، لا بارلل تنفع ولا سيريس تنفع سواء هي كانت اوبن. لكن البارلل سيركت دي ان انا اوصل كل ديفايس وكل كومبوننتس في its own loop. فبيبقى معايا different branches و different loops، سلوك مختلفة وأفرع مختلفة في شكل البارلل. فرق بينهم كويس، الله يكرمك، عشان ده بنسبة كبيرة هيجي لك في الامتحان. طيب magnetic material attracted to the magnet. انا قلت لك المagnetic material اللي attracted to the magnet يعني معايا 3 بس، هم الايرون والكوبالت والنيكل، فانا معايا هنا الايرون. واذا انا قلتها بسرعة عشان قلتها قبل كده. Magnets affect certain objects like knots when they locate in its magnetic field. المغناطيس بيأثر على مواد معينة زي ايه؟ قولها انت، دي بقى سهلة قوي دي. ايرون مغناطيس كوبالت. ايرون والكوبالت. كبر؟ يا نهار ابيض يا شباب، اكيد طبعا لا. الكبر لا، كبر نحاس، ده نون ماجنتيك ماتيريال يا حبايبي. الكوبالت والستيل، ما هو الستيل هو الايرون بس الستيل صلب شويه. شفت اديكوا وقعتوا كلكم اهو. تقريبا انا جبت السؤال ده في الامتحان اللي عملته لكم. الكوبالت والستيل هم دول اللي ماجنتيك ماتيريال. وود لا، بلاستيك لا، كبر لا، كوبالت وستيل. خلاص طيب، فهتبقى لتر دي. The electric current can flow through different branches. طيب هنا بقى الالكتريك كارنت يعرف يمشي في فروع كتير مختلفة في أي شكل بقى يا شباب؟ سيريس ولا باراليل؟ بارل. باراليل سيركت، ممتازين جدا. are used to spin the magnet in generator to produce electricity. كنت كلمتك عن الماجنت من شوية، قلت لك إن الماجنت ده لازم يلف حوالين اللهم صل على سيدنا محمد الكويلد واير عشان يديك الكتريستي. طب أنا هخلي المغناطيس يلف إزاي؟ الووتر والويند هم اللي يعملوا كده، لكن اللايت والساوند لا. الكتريستي والساوند لا. ساوند وهيت لا. الووتر والهيت، الووتر والويند ولا ايه؟ عن طريق ان انا بحط في الووتر توربين وفي الويند توربين. تمام. او حتى السورس في الفيول، مصادر الوقود اللي هو الفوسل فيول. طيب الناس مصحصحه ولا حد نايم؟ زحف حبيبي. طيب احنا وقفنا عند سؤال نمبر 16. is used to slow the flow of electric current in the electric circuit. لسه قايلها من شويه، slow the flow يعني يبطئ سرعه الالكترونات والتيار الكهربي في السيركت. مين يا شباب بقى؟ دي سهله قوي. ريزيستورز حبايبي وكفاءه. كان الريزيستور هي اللي used to slow the flow of electric current. طيب electric wire covered with ايه؟ السلك، اي سلك عندك covered يعني متغطي بايه؟ to protect us from electric shock. انا بغلف السلوك بايه يا شباب؟ بغلفها اكيد طبعا ببلاستيك. واحد يقول لي يا مستر اشمعنى البلاستيك؟ اقول لك لان البلاستيك ده الكتريك انسوليتور، مش عارف ينقل الالكتريستي من السلك اللي جوه السلك اللي هو النحاس لايدي، فمش هتكهرب. خلاص. لكن طبعا لو السلك اللي جوه النحاس عريان مش متغلف ومش متغطي هيكهربك. خلاص. فالالكتريك واير ار كفرد with بلاستيك. خلاص طيب. وممكن الرابر برضو صح يا عم وراه.
Scientists use a نقط to detect the flow of small electric current. لسه قايلينها والله سهلة دي. ها، جلفانوميتر. جلفانوميتر. الجلفانوميتر ده هو الديفايس اللي بستخدمه عشان اعرف السمول الكتريك كارنت موجودة في السلك وكميتها قد ايه. فعلا الجلفانوميتر. The source of electricity in any electric circuit may be نقط. Source of electricity يعني مصدر التيار الكهربي. انت معاك ريموت، عايز تشغل الريموت، قال لك يا باشا انا لازم يشتغل بكهرباء. طب هتجيب له الكهرباء دي منين؟ هتركب في ايه تدي له كهرباء؟ ما هي سورس اوف الكتريستي يعني حاجه تدي لي الكتريستي. فاي الكتريك سيركت ايه هي؟ باتري. الباتري يا حبايبي، والله فعلا الباتري. البطاريه هي مصدر الالكتريك سيركت، الالكتريك كارنت في الالكتريك سيركت. انا قلت لك ان السورس في الالكتريك كارنت ممكن يكون حاجتين: السوكت اللي هي الفيشه، الكوبس بتاع الفيشه اللي بتدخل فيه الفيشه، والباتري. فلو انا مفيش سوكت يبقى شغل الباتري. ومستحيل يجيب لك في السؤال ده الاثنين مع بعض، السوكت والباتري مع بعض، لان الاثنين ينفع. السؤال اللي بعده: all of the following material are considered electric conductor except، يعني كل دول conductors ما عدا حاجه واحده بس. طبعا الكبر كوندكتور ده احسن كوندكتور للالكتريستي، احسن ماده بتوصل كهرباء الكبر. عشان خاطر كده السلك بعمله من الكبر بس من جوه، من بره بلاستيك. الووتر على فكره جود كوندكتور في الالكتريستي. وطالما انت جسمك فيه 70% من جسمك تقريبا ميه، يبقى انت يا غالي بتعرف توصل كهرباء. فلو حطيت ايدك على الفيشه الكهرباء تخش جوه منك، تيجي على دماغك وتوقفه، تيجي على قلبك وتوقفه، تيجي على دمك وتحوله لاكسجين وهيدروجين وتنشف. ساعتها هتسمع ثلاث اسئله: من ربك ومن دينك ومن ايه ومن نبيك، لانك هتموت. ربنا يحفظنا يعني من الكهرباء وما خطر. لكن الرابر هو الوحيد الالكتريك انزليتور. هو بيقول لك كل دول كوندكتور اكيد طبعا، اكسبت الرابر هو الوحيد اللي ايه، اللي انزليتور. يقول لك electric wire can be made of نقط or نقط. المفروض هنا يبقى في نقط يعني. الالكتريك واير السلك نفسه بيبقى معمول من ايه؟ ها، ثواني يا شباب السؤال ده فيه خطأ. الالكتريك واير المفروض made of مثلا copper or aluminium. لكن هو ممكن لو احنا عايزين نظبطه يعني، بصوا البلاستيك والرابر دي لا، تقول شخبطوا عليهم خالص. لو انت ما طبعت مذكره يعني، انا بعتها لكم تقريبا المذكره دي يا شباب، انا بعتها. اه ايوه. طيب خلاص. بص انت شخبط على على اللي جنب الالومنيوم دي كلها، دي زياده. هيبقى كده الالومنيوم بس، فانا هختار الالومنيوم. لكن كبر وبلاستيك لا، رابر وود لا، وود بس لا. شخبط على الاور دي برضه. فهو الالكتريك واير كان ميد اوف السلك نفسه اللي بينقل الكهرباء لازم يكون من الكتريك كوندكتور. فالالومنيوم هو الوحيد هنا الالكتريك كوندكتور. طيب نيجي على السؤال اللي بعده: الالكتريك سيركت contain نقط او اللي responsible for opening and closing السيركت. حاجه بستخدمها عشان اعمل اوبن وكلوز للسيركت. هل الباتري؟ لا، ده الباتري دي هي السورس اوف الالكتريستي. السويتش المفتاح، هو السويتش. السويتش يا شباب قلنا ان الفانكشن بتاعته ان هو بيعمل اوبن وكلوز للسيركت، بيفتح وبيقفل السيركت. فلازم عشان الالكتريك كارنت يمشي في الالكتريك سيركت لازم الالكتريك سيركت تكون مقفوله، يعني كلوزد الكتريك سيركت. لو انا مش عايز الالكتريك كارنت يمشي في الالكتريك سيركت بخليها اوبن الكتريك سيركت، يعني مفتوحه. وبالتالي اللي بستخدمه عشان اتحكم في فتح وقفل الالكتريك سيركت هو السويتش المفتاح. زي حتى الكوبس بتاع الفيشه كده، انت تدوس على الزرار ايد اللندا، انت اللندا انت عملت ايه؟ انت كده عملت كلوز للالكتريك سيركت. الالكتريك كارنت هيمشي في الالكتريك سيركت ويوصل اللمبه فتيجي. لكن لو انت طفيت النور يبقى انت كده عملت اوبن للايه، للالكتريك سيركت، استخدمت السويتش. اما عملت اوبن للالكتريك سيركت انت كده خليت التيار الكهربي مش هيعرف يمشي فيها، لان لازم التيار الكهربي يمشي في الدايره اللي مقفوله بس، الكلوز الكتريك سيركت بس. فكده الكهرباء مش توصل لللمبه فهتطفي ومش هتقيد، وبكده تكون طفيت النور. السؤال اللي بعده 23:
The internal switch. اول ما تشوف كلمة internal switch دي على طول مفيش الا اجابة واحدة. حلينا السؤال ده 5000 مرة، تبقى ايه على طول؟ ترموستات. ثيرموستات. فعلا حبيبي، الثيرموستات هي الانترنال سويتش، يعني سويتش مفتاح بس بيبقى داخلي وبيتحكم في الريفرجريتور. used in the refrigerator to adjust its temperature. ده اوتوماتيك سويتش. سويتش بس بيقفل ويفتح اوتوماتيك لوحده، مش انا اللي بقعد اطفيه واقفله. زي التلاجة، ما التلاجة بتفتح وبتقفل لوحدها. قصدي مش بتفتح الباب يعني عشان ما حدش يفكرها كده، لا بتشتغل وبتطفي لوحدها. فاكيد جوه منها انترنال سويتش بيبقى اوتوماتيك، بقول عليه الثيرموستات. خلاص. طيب السؤال اللي بعده. The materials that cannot allow electric current to flow through. طالما cannot allow يعني بتمنع تماما يبقى انزليتور. الايرون انزليتور يا شباب؟ ها؟ لا. لا. الكابر؟ لا. البلاستيك؟ انا هختار البلاستيك لان ده الوحيد اللي انزليتور. شباب لو ناديت على حد ولقيته مش مركز معايا هو حر. ده عايز ينطرد بقى النهارده يقعد مش مركز ومش مصحصح. محدش يقعد على السرير، اقعد على مكتبك، اقعد على كرسي، ما تقعدش على السرير خالص. طيب السؤال اللي بعده. الجرافيتي والماجنتيزم are similar in that. الجرافيتي والماجنتيزم متشابهين في ايه؟ اول حاجه، هل they are repulsion forces only؟ يعني الجرافيتي والماجنتيزم repulsion force، يعني قوه تنافر بيزقوا بعض بس. يعني الجرافيتي بتزق الحاجه اللي بتقع عليها repulsion؟ لا. طيب they are attraction forces only؟ لا، ده الماجنتيزم ممكن تبقى attraction وممكن تبقى repulsion، فدي برضو لا. they are forces that attract all objects. الجرافيتي فعلا attract all objects، لكن الماجنت doesn't attract all objects. المغناطيس بيشد حاجات معينه بس مش بيشد كله، فبرضه دي ايه؟ لا. طب we cannot see them، مش بعرف اشوفهم. ده اللي صح. لا الجرافيتي بعرف اشوفها ولا الماجنتيزم برضه بعرف اشوفها، فانا هختار لتر دي. حلو. 26. the نقط of object and the نقط between them affect الجرافيتي. حلو. قلت لك ان الجرافيتي affected by two factors. اول حاجه الماس، كتله، تقل. by increasing the mass of the object its gravity increase. لما ازود الماس بتاع الاوبجكت تخليه تقيل كده الجرافيتي بتاعته تبقى قويه. فانا عايزك انت تقول لي كده بقى، مين الماء اللي الماس بتاعته اكبر؟ يعني مين اتقل، الصن ولا الايرث؟ ها؟ الصن. حلو، يبقى مين اللي عنده جرافيتي اكتر، الصن ولا الايرث؟ الصن. الصن. فعشان خاطر كده الصن اللي بتشدنا مش احنا اللي بنشدها. ماشي. يبقى اول حاجه الماس هي الفاكتور الاولاني اللي affect the gravity between two objects. طيب تاني حاجه الديستانس between the two objects. لو كان التو اوبجكتس دول قريبين من بعض فالجرافيتي اللي بينهم هتكون كبيره. لكن لو التو اوبجكتس دول بعاد عن بعض لا، ده كده الجرافيتي اللي بينهم هتكون ايه؟ قليله. ففعلا الاوبجكت the mass of the object والdistance between them affect الجرافيتي فورس، هتبقى لتر بي اللي هي الماس والديستانس. السؤال اللي بعده. magnets are made of. المغناطيس بيتعمل من ايه؟ اكيد بيتعمل من ايرون، ده احنا لسه حلينه من شويه. طيب the magnetic material is attracted to the magnet. magnetic material attracted to the magnet يبقى اكيد هي الايرون، لان الماجنت خلي بالك عمال اعيد واكد لك على الحته دي عشان مهمه قوي. الماجنتيك ماتيريال ثلاثه بس، ايرون كوبالت ونيكل، والايرون برضو ممكن يكون ستيل، فالستيل والايرون الاثنين واحد. طيب بيقول لك when we put a piece of aluminum foil close to the magnet. هل يا شباب الالومنيوم فويل هينشد للمغناطيس؟ فوق. يا زكية انا قلت لك الماجنتيك ماتيريال ثلاثه بس، ايرون كوبالت نيكل او ستيل زي الايرون برضه. ما جبتش سيره الالومنيوم خالص،
فالالومنيوم مش هيتشد ولا الكبر هيتشد. فهي اقول له ان هو when we pass a piece of aluminum foil glass to the magnet يبقى هو not attracted to the magnet. ماشي. الجنريتورز بقى، المولد. طيب ده used ايه؟ بستخدمه فين؟ بستخدمه في building الهاوسز والهيتنج والووتر. بستخدم الجنريتور عشان ابني البيوت؟ لا. طب reducing sound energy؟ لا. generating thermal energy؟ يديني thermal energy؟ لا برضه. لكن انا بستخدمه لايتنينج الهاوسز واوبريتنج الالكتريك ديفايسز. بستخدمه عشان انور البيوت واشغل اجهزه كهربائيه. السؤال اللي بعده are used to spin the magnet and the generator to produce electricity. بس بيستخدم في ان انا بس حاجات بستخدمها في ان انا ايه؟ اخلي المغناطيس يلف في الجنريتور ويديني الكتريستي. كنا حلناها برضه ورا قبل كده اللي هي الووتر والويند. طيب السورس في الالكتريستي ان اني الكتريك سيركت دي قلنا عليها برضو انها الايه؟ الباتري. وده برضو السؤال ده حلناه قبل كده فجالك تاني يبقى اكيد ان هو مهم جدا. السورس في الالكتريستي، مصدر الالكتريستي هي الباتري. طيب when the switch is turned off، لما انا بطفي النور. بطفي النور يعني كده الكهرباء ما وصلتش لللمبه. يبقى كده السيركت طالما الكهرباء ما مشيتش فيها وما وصلتش لللمبه اوبن ولا كلوز؟ ها؟ اوبن. يبقى مبدئيا كده كلوز دي وكلوز دي ما ينفعوش. طيب طالما هي اوبن يبقى كده الالكتريك كارنت ويل فلو ثرو ولا ويل نوت فلو ثرو؟ يبقى انا هختار لتر بي. يبقى لما السويتش تيرند اوف يعني طفيت اللمبه يبقى كده open the circuit so the electric current cannot flow through or will not flow through. مهم قوي السؤال ده. طيب the internal switch on نقط can be used in the refrigerator to adjust its temperature. اكيد طبعا الانترنال سويتش احنا لسه قايلينها هتبقى على طول ثيرموستات. ممتاز فعلا الايه؟ الثيرموستات. والالكتريك كارنت flows through your body، لما الكهرباء هتخش في جسمك هتعمل increasing your mass. لما تتكهرب كتلتك هتزيد. هتتخن؟ لا. طب decreasing the water level in your body، هتقلل كمية المية اللي في جسمك. هي المفروض دي تبقى صح بس مش عليك في المنهج يعني برضو. بس طبعا انت هتقل كمية المية اللي في جسمك لما تموت. طب doesn't affect your body، مش هتتأثر خالص؟ لا. اكيد cause electric shock، هتعمل لك صدمة كهربية واحتمال تموت لا قدر الله، ربنا يحفظنا. طيب material don't allow electric current to flow through، يعني material insulator هي اكيد البلاستيك. طيب electricity can flow through الالكتريك كوندكتورز اللي هي المواد الموصلة. ده برضو كنا حلينا سؤال شبه فكرته. هنا نقط the electric current can flow through different branches يبقى اكيد البارallel circuit، ودي حليناها تقريبا زيها مره قبل كده. اللي انا بحس ان السؤال اللي فكرته جت قبل كده انا بحله بسرعه يعني عشان نلحق بس نحل كتير ان شاء الله. طيب scientists use نقط to detect the flow of electric current، لسه قايلينها من شويه. عمال اكد على الحاجات دي لانها مهمه والله. الفانوميتر. طيب يبقى شوف كم مره حليناها النهارده. ولو السؤال ده باذن الله بنسبه كبيره هيجي لك في الامتحان بتاع الجلفانوميتر ده. مش عايز بقى حد يغلط فيه خالص. ايه الجهاز اللي بستخدمه to detect the small electric current؟ ما فيش غيره الجلفانوميتر. المولكيولز خلاص هنخش بقى على، انا كده يعني تقريبا انا اديتك 41 سؤال تشوز على كونسبت 3. بفضل الله شويه اسئله كويسين اللي تشوز، ولسه بقى ترو فولس، ولسه بقى اللي جايين جيف ريزون وات هاب. هنخش بقى على اول 3 دروس في الكونسبت اللي بعده. المولكيولز are composed of very small particles. بقول عليها ايه يا شباب؟ ها؟ المولكيول بتتكون حاجات اصغر اسمها ايه؟ ها؟ اتومز حبايبي فعلا. يبقى الماتر بتتكون من مولكيول، والمولكيول بتتكون حاجات اصغر اسمها اتوم اللي هي الذرات، الذره. طيب بص نقط and نقط are examples of liquid matter. يا دي والله شوف هو سهل
بس ده ان شاء الله هتجي لك في الامتحان بنسبه كبيره. ايه يا شباب هنا اللي ليكويد؟ ها؟ ووتر وميلك، دول اللي يعتبروا examples of liquid matter. الثيرمال انرجي افكت نقط اند نقط اوف ذا ماتر. هل الثيرمال انرجي افكت الكولر؟ لا. ولا الكولر لا. الثيرمال انرجي يا شباب افكت التمبريتشر. الثيرمال انرجي بتاثر على درجه حراره الماده، ولو هي سخنت جامد من اول ممكن تسيح فالستيت بتاعتها تتغير. الثيرمال انرجي افكت التمبريتشر. لما ادي الماده ثيرمال انرجي يبقى درجه حرارتها هتعلى وهتزيد وممكن تسيح. يعني مثلا ستيت اوف ذا ماتر برضو حالتها تتغير، فكده الثيرمال انرجي افكت التمبريتشر والستيت. مهمين جدا دول. طيب and boiling water inside الكاتل. لما بغلي الميه في الكاتل، يعني انا كده اديت للبارتيكلز او المولكيول بتاع الووتر ثيرمال انرجي. يبقى انا لما اديهم انرجي يبقى هم كده موف فاستر ولا موف سلور؟ فاستر. يبقى ووتر بارتيكل موف فاستر، هي دي الاجابه الصح. موف سلور لا. الثيرمال انرجي ديكريز لا. نوت تشينج لا برضه. السؤال اللي بعده. with a molecule of a substance gain thermal energy. يعني المادة gain thermal energy، يبقى هي زي ما انتوا لسه قايلين مفسر، يبقى الكاينتيك انرجي طاقة الحركة بتاعتها تبقى ايه؟ انكريز ولا ديكريز؟ انكريز. انكريز. يبقى مبدئيا دي بادئة بديكريز غلط ودي بادئة بديكريز غلط. يبقى يا دي يا دي. يبقى ماشي في الاول الكاينتيك انرجي انكريز. طب التمبريتشر بتاع السبستانس درجة حرارتها انكريز برضو ولا ديكريز؟ انكريز برضو. يبقى الاثنين انكريز، فاختار لتر بي. لما انا ادي الماده الثيرمال انرجي التمبريتشر انكريز والكاينتيك انرجي انكريز برضه لانها موف فاست. ماشي. changing from gas to liquid. دي بقى حاجات عبيطه اهي، سهله دي ان شاء الله. من جاز لليكويد كوندنسيشن، من ليكويد لجاز ايفابوريشن، من سوليد لليكويد ميلتنج، من ليكويد لسوليد فريزنج. انا بقول لك من جاز لليكويد يبقى دي كوندنسيشن. طيب in which state of matter are molecules away from each other؟ انهي ستيت المولكيولز بتاعتها بعاد جدا عن بعض بيتحركوا بشكل عشوائي؟ سهله. ها؟ الجاز حبايبي، فعلا الجاز. وشفنا حتى صورتهم في فيديو لما وريتها لكم. طيب الووتر molecule have the lowest kinetic energy when it's a form of knot. طبعا احنا قلنا ان السوليد اللي بتبقى عندها lowest kinetic energy لان عندها lowest thermal energy. thermal energy relates to the kinetic energy. thermal energy والkinetic energy الاثنين مرتبطين ببعض، ده يزيد ده يزيد، ده يقل ده ايه؟ يقل. فمين اللي عندها lowest kinetic energy يا شباب؟ اكيد السوليد زي ما احنا شفنا في الفيديو. يبقى مين هنا السوليد ستيت اوف ذا ووتر؟ فعلا دي حقيقة. طيب object with more thermal energy have not kinetic energy. اللي عنده thermal energy كتيرة يبقى عنده kinetic energy ايه برضو؟ كتير. kinetic energy يعني كتير. فعلا object with more thermal energy have more kinetic energy. والله العظيم يا شباب الأسئلة دي في غاية الأهمية وإن شاء الله هتجيلك في الامتحان. طيب السؤال اللي بعده. in a hot sunny أو in very hot summer morning، الصباح الحار جدا، water on the ground، المية على الأرض may turn into water vapor. المية هتتحول من liquid لوتر فيبر يعني من liquid لجاز. يبقى كده البروسيس دي حصل اسمها ايه يا شباب؟ سهلة. evaporation. يبقى المية اتحولت طالما الووتر دي ليكويد حولت لووتر فيبر يعني جاز، يبقى دي بروسيس اسمها evaporation. ماشي. نيجي بقى عن true false. طيب هنكمل بقى أسئلة true false. بيقول لك the electric circuit هي ال path of electricity that consists of many components that work together in one system. أيوة الكلام ده فعلا. الالكتريك سيركت بيكون فيها مكونات كتير بتشتغل مع بعضها كسيستم واحد. ممكن الالكتريك سيركت يكون فيها سورس اوف الكتريستي هي الباتري، ممكن يكون فيها واير اللي بتنقل الالكتريستي، ممكن يكون فيها سويتش اللي هو responsible for opening و closing السيركت بيفتح ويقفل الايه السيركت يعني. ممكن برضو يكون فيها ديفايس زي اللايت بالب مثلا اللمبه الايه الكهربائيه او اللايت لامب. طيب الماجنتيزم هي اتراكشن
or repulsion force. ايوه الكلام لحد دلوقتي هنا صح. المagnetism ممكن تبقى attraction لو انا جبت N و S، لكن ممكن تبقى repulsion لو انا جبت N و N. ماشي. لكن الجرافيتي repulsion force، الكلام ده إيه يا شباب؟ True. ترو. يا نهار ابيض يا ابني، الجرافيتي ريبولشن ازاي؟ الجرافيتي اتراكشن فورس اون. خلاص الجرافيتي بتشد، ما بتزقش، ما بتبعدش، ما بتعملش ريبولشن خالص. طيب الكوبالت is an example of magnetic material. ايوه فعلا ترو، لان انا قلت لك ان المagnetic ماتيريال كوبالت ونيكل وايرون اللي هو ستيل. الالكتريستي كان produced from magnetism. ايوه صح، لان انا اصلا بجيب الالكتريستي كلها من المagnetism. اجيب المغناطيس واخليه يلف حوالين السلك، السلك ده يمشي فيه ايه؟ الكتريستي. فانا بجيب الالكتريستي من المagnetism. الكلام ده صح. to make electric current flow through a circuit. عشان اخلي الالكتريك كارنت يمشي في السيركت لازم all components must be connected to each other. ايوه فعلا الكلام ده true. ولازم الالكتريك سيركت دي تكون closed electric circuit. طيب الثيرموستات اللي في الريفرجريتور contain automatic switch، لسه قايلينها قبل كده في التشوز مرتين تقريبا، عشان الثيرموستات دي مهمة جدا جدا جدا، لأن فيها اوتوماتيك سويتش، ودي بتستخدم في الريفرجريتور أو في الإير كونديشن اللي هو التكييف. ففعلا الكلام ده هيكون ترو إن شاء الله. طيب كبر ألمونيوم ورابر دول إلكتريك كوندكتور؟ لا، الكبر والألمونيوم كوندكتور، لكن الرابر انزليتور، فالكلام ده يكون غير صحيح طبعا. طيب الإلكتريك انزليتور only allow electric current to pass through them. الانزليتورز بس هي اللي بتخلي الكهرباء تمشي في خلالهم؟ اكيد طبعا الكلام ده غير صحيح. الانسليتورز اصلا doesn't allow electric current to pass through them. طيب materials made of metals can conduct electricity. الماتيريالز معموله من الميتال بتعرف توصل الكتريستي؟ ايوه صح، لان الميتالز كلها جود كوندكتور اوف الكتريستي. فلو الماتيريال معموله من ميتال يبقى هتعرف توصل كهرباء، يبقى كان كوندكتور. سؤال نمبر 10. The material that are used to connect the components of electric circuit are called electric insulator. يعني أنا بوصل مكونات الدايرة بسلوك معمولة من electric insulator. الانسوليتور أصلا هتوصل كهرباء؟ أكيد طبعا الكلام ده إيه؟ false. لازم الماتيريال اللي بعمل منها الواير اللي used to connect الكومبوننت بتاع الالكتريك سيركت يكون معمول من مادة موصلة عشان نعرف ينقل الكهرباء ما بينهم، فهي الالكتريك كوندكتور. طيب electric insulator keep us safe from getting shocked by the electric current. electric insulator ده بيحمينا ان احنا نتصعق بالتيار الكهربي. ايوه فعلا الكلام ده true. بدليل ان انا مثلا بلف حوالين السلك النحاس بلاستيك عشان البلاستيك ده يحافظ عليا وما يكهربنيش، وبروتكت اس فروم الكتريك ايه كارنت او الالكتريك شوك، والنحاس دوت يعتبر الكتريك انزليتور. ماشي. السؤال اللي بعده، والله السؤال اللي بعده ده تافه بقى يعني. electric devices in houses are connected in series. وصل الأجهزة عندي في البيت بشكل سيريس؟ No parallel. أكيد طبعا بشكل البارلل. تخيل كده لو كده أنا موصل البيت بتاعي باللوند بالثلاجة بالتلفزيون بكل حاجة بشكل سيريس، عشان أشغل حاجة فيهم لازم الكل يشتغل، وعشان أطفي حاجة فيهم لازم الكل إيه؟ هيطفي. تخيل كده مثلا عايز ايد اللنده بتاع الاوضه او مشغل اجهزه البيت كلها، طبعا الكلام ده ما ينفعش، لازم تبقى بارل. طيب السؤال اللي بعده. when a magnet is placed at rest away from a copper coil. طالما المغناطيس بعيد عن السلك النحاس، يعني لسه at rest away يعني بعيد عن السلك، كده بقى electric current will be produced في السلك؟ هيمشي كهرباء في السلك والمغناطيس بعيد؟ غلط. أكيد طبعا ايه فولس. طالما الماجنت at rest away يعني بعيد، يبقى كده there is no electric current will be produced. خلي بالك. طيب
by increasing the number of loops بزيادة عدد اللفات in any coil and moving a magnet inside it rapidly the amount of generated electric current will decrease. لا غلط. قلت لك في التجربة اللي عملناها ان انا لو جبت المغناطيس وحطيته حوالين السلك الملفوف كل ما السلك كان ملفوف اكتر يعني زودت النمبر اوف اللوبز كل ما الالكتريستي كانت اكتر. كل ما زودت سرعة المغناطيس حوالين السلك اللي ملفوف كل ما كمية الكهرباء ايه؟ زادت. يبقى الالكتريك كارنت that produced from the generator increases by حاجتين. الحاجة الأولى increases by increasing the number of loops زيادة عدد لفات السلك. الحاجة الثانية increasing the speed of the magnet زيادة سرعة دوران المغناطيس حوالين الايه؟ يعني أنا لو جبت سلك ملفوف خليت المغناطيس يلف حوالين منه بسرعة الكهرباء هتيجي كتير. لو زودت عدد اللفات بتاع السلك الكهرباء برضه هتيجي ايه؟ كتيرة. فأنا بقول لك the electric current بقى decrease لما بزود عدد اللفات؟ لا غلط. طيب الهارت ده important in our body as help in food digestion. الهارت ده بيساعدني في عملية الهضم؟ أكيد طبعا الكلام ده إيه؟ الكلام ده غير صحيح. الهارت ده used in transportation material and pump the blood ملوش علاقة في الفود digestion خالص. السؤال اللي بعده scientists use an artificial pacemaker to stimulate the heart muscle to beat regularly. ها أنت قول أنت دي بقى دي سهل. True. أكيد طبعا True. فعلا ترو شاطرين. فعلا الساينتست بيستخدموا artificial pacemaker بدل الناتشرال بيسميكر اللي كان في قلبي وباظ. انا كده مفيش حاجه بتحفز قلبي انه يدق بسرعه وبيدق بشكل منتظم. هشيل الناتشرال بيسميكر واحط مكانها artificial بيسميكر وشكرا. فالكلام ده فعلا بيقول لك الماتر can be changed from one state to another. يعني الماده خلاص هنخش بقى على الكونسبت اللي بعده برضه. الماده اعرف احولها من one state to another من صوره لصوره ثانيه. ايوه طبعا اكيد. اعرف احولها من سوليد لليكويد ومن ليكويد لجاز. ايوه فعلا الكلام ده true. By change the temperature of the matter I can change its state. Almost all matter contain thermal energy. تقريبا كل المواد عندها thermal energy. الكلام ده صحيح. حتى الايس يا مستر حتى الايس يا مستر. بس الايس ده solid فيبقى عنده least thermal energy اقل thermal energy. فالكلام ده true. لكن طبعا مين اللي عندها موست ثيرمال انرجي؟ سوليد ليكويد جاز. الموست اعلى حاجه عندها ثيرمال انرجي Yes. ثيرمال جاز. جاز. الجاز هو اللي عنده موست ثيرمال انرجي. substances in gas 4 have the least thermal energy اقل thermal energy في الجازز. ها False. اكيد أنا طبعا. مش فاهم. طيب يبقى تاني السبستانسز اللي هي in gas form عندها least thermal energy. يعني الجاز عنده اقل thermal energy؟ لا. طيب الجاز بقى have variable shape and volume. يعني عندها شكل متنوع وحجم متنوع. ايوه فعلا صح. خلاص. لكن السوليد عندها fixed shape وعندها fixed volume. خلاص. طيب الليكويد عندها fixed volume but have variable shape. الليكويد عندها الحجم ثابت لتر ميه هيفضل لتر ميه لكن variable shape يعني شكل متغير. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نيجي بقى على السؤال اللي بعده. heat flow from a hotter substance to colder substance. دي احنا قعدنا نغني فيها 100 مرة دي. حرارة بتتنقل من الجسم السخن اللي عنده الثيرمال انرجي كتير الجسم السائل اللي عنده الثيرمال انرجي ايه قليلة. يبقى السؤال ده بقى ترو ولا فولس؟ ترو يا شباب. True. هتصحصح True. شوية يا ابني انت وهو. ترو. فعلا هيت فلو من الهوتر سبستانس للكولدر سبستانس. طيب molecules of solids move faster than the molecules في الليكويد. ها فولس. False. طبعا فولس. لان الليكويدز هي اللي موف فاستر زي السوليد حتى انا وريتها لكم في فيديو. طيب the transformation of a solid to liquid
تحول السوليد للليكويد، ده بقول عليه ميلت. والريفرس بروسيس بتاعته هي الفريزنج. يعني الفريزنج بقى الريفرس بروسيس هي من الليكويد للسوليد تاني. ايوه الكلام ده ترو فعلا، لان فعلا من السوليد للليكويد ده ميلتنج، وعكسه الفريزنج. ما هي ريفرس يعني معاكس، عمليه معاكسه، يبقى ريفرس بروسيس. كولد فريزنج من الليكويد للسوليد تاني يبقى فريزنج، وعكس الفريزنج الميلتنج، صح. الهوت ووتر مولكيول، الهوت ووتر يعني عندها ميه سخنه، يعني عندها ثيرمال انرجي كتيره. have more kinetic energy than الكولد ووتر. ايوه صح، لان الكولد ووتر عندها ثيرمال انرجي قليله، فالمولكيولز بتاعتها عندها انرجي قليله فهتتحرك ببطء. لكن الهوت ووتر عندها ثيرمال انرجي كتيره، فالمولكيولز عندها انرجي كتيره فهتتحرك بسرعه. فكده يبقى الهوت ووتر عندها كاينتيك انرجي اكتر من الكولد. ايوه الكلام ده صح. طيب بيقول لك التمبريتشر هي الميجر للافريج كاينتيك انرجي اوف ذا مولكيول اوف ذا ماتر. ايوه صح. خلي بالك ممكن يجيب لك الديفينيشنز الاثنين، الديفينيشن بتاع الثيرمال انرجي والتمبريتشر. هفرق بينهم ازاي؟ التمبريتشر هيجيبها لك ويقول لك هي الافريج للكاينتيك انرجي. يعني لو قال لك افريج كاينتيك انرجي زي دلوقتي، فدي كده بتاعت التمبريتشر. لكن لو قال لك التوتال صم، التوتال صم بتاع الكاينتيك انرجي اوف ذا مولكيول اوف ذا ماتر، يبقى دي كده حاجه اقول عليها الثيرمال انرجي. ثيرمال انرجي، يبقى الثيرمال انرجي هي التوتال صم، المجموع الكلي بتاع الكاينتيك انرجي للمولكيولز والماتر والاتومز بتاع الماتر. لكن التمبريتشر هي ميجر للافريج، متوسط الكاينتيك انرجي في ذا مولكيول اوف ذا ماتر. لكن لو قال لك افريج يبقى تمبريتشر، قال لك توتال سام يبقى ثيرمال انرجي. ما لخبطش فيهم الله يكرمك. الكاينتيك انرجي في سؤال 26 هي الانرجي في الموشن. ايوه صح. طيب when an object gain heat يعني gain thermal energy, its temperature increase and its states may change. true or false؟ true true فعلا true. لما المادة تكتسب طاقة حرارية التمبريتشر بتاعتها هتزيد increases والستيت may change. الكلام ده فعلا. طيب the main idea to make a thermometer، الفكرة الرئيسية لعمل الترمومتر هي changing the volume of liquid inside it according to temperature. يعني فكرة عمل الترمومتر بتعتمد على تغير حجم السائل اللي موجود جوه منه طبقا للتمبريتشر. ايوه فعلا، بس دوت كان المفروض اصلا في الكونسبت اللي هو في الدروس اللي بعد اللي هي مش مقرر عليك في الامتحان، بس عادي مش مشكله. انا قلت يا شباب ان انا لما اعمل انكريزنج للتمبريتشر بتاع الماتر يعني اديها ثيرمال انرجي كتيره، كده هيحصل لها حاجه اسمها اكسبانجن، تمدد. وفعلا الليكويد اللي موجود في الترموميتر لو سخن الفوليوم بتاعه هيزيد لان يحصل له اكسبانجن، فيديك قرايه عاليه فدرجه الحراره بتاعتك عاليه يا غالي. لكن الثرموميتر لما يحصل له كولينج يعني احطه في منطقه بارده هيحصل له كونتراكشن، فالفوليوم بتاعه يقل فينكمش لتحت فيديك قرايه قليله فيديك درجه حراره ايه؟ قليله. فالكلام ده فعلا هيبقى ترو. طيب نيجي على 29. Earth attracts all objects on its surface due to its great mass. الجرافيتيشنال فورس بتاع الارث بسبب الماس الكبيره بتاعتها. ايوه فعلا الكلام ده. electricity and magnetism can work together. ايوه الكلام ده فعلا صح. من الالكتريستي اقدر اعمل ماجنتيزم، ومن الماجنتيزم اقدر اعمل الكتريستي، والعكس صحيح، فهم كانوا work together. فالكلام ده true فعلا. electric wire are covered with plastic to protect us from electric shock. السلك الكهربي متغطي ببلاستيك عشان يحمينا من الالكتريك شوك. قولها انت دي. true انا مش فاهم كلام. ايه. طيب
شباب اللي عنده اي اسئله انا هشرحها لك في الاخر تاني. برفع ايدك في الاخر وانا هشرح. طيب الريزيستورز are used to slow the flow of electrons through an electric circuit. الريزيستور بتعمل سلو للفلو اوف الكترونز. ايوه الكلام ده فعلا true زي ما قلنا في الاول. طيب all magnets can made of some material like iron والجلاس. انا بعمل الماجنت من الايرون والجلاس. ها قولها انت. فولس. فولس. جلاس لا. مفيش جلاس، الجلاس غلط، الايرون صح. التاونز والسيتيز are part of electric circuit. ايوه فعلا الكلام ده ايه صحيح. احنا كلنا البيوت والمباني والمدن كلنا جزء من large electric circuit. خلاص متوصلين مع بعض. هنا بيقول لك في 36 there is no relation between الماجنتيزم والالكتريستي. مفيش علاقة ما بين الماجنتيزم والالكتريستي. اكيد الكلام ده غير صحيح لان في ريليشن ما بين الماجنتيزم والالكتريستي. اعرف اجيب من الماجنتيزم الكتريستي والالكتريستي اعمل منها ماجنتيزم. طب ازاي مصر اعمل من الالكتريستي ماجنتيزم؟ لو انا خليت كهرباء ماشيه في سلك، السلك ده يتولد حوالين منه مجال مغناطيسي، والسلك ده يتحول لمغناطيس مؤقت خلاص يعرف يشد الحديد والحاجات دي.